الرحلة الأخيرة. في أعماق الصحراء العربية، حيث الرياح تغني على الكثبان الرملية، عاش شيخ قبيلة يدعى زيد. كان زيد رجلاً عظيماً، يشتهر بحكمته وشجاعته، وكانت قصصه تروى حول النار في الليالي الباردة. لكنه كان يخفي سراً لم يبح به لأحد. ذات ليلة، وبينما القمر يضيء السماء، جلس زيد مع حفيده سالم بجوار النار. قال سالم بفضول: جدي، ما السر الذي تخفيه عن الجميع؟ أراك تنظر نحو الأفق كأنك تنتظر شيئا. تنهد زيد وأجاب: هناك قصة لم أخبرها لأحد. إنها عن ليلة قلبت حياتي رأسا على عقب. بدأت القصة عندما كان زيد شابا، يقود قافلة تجارية عبر الصحراء. كانوا يسافرون نحو مدينة تسمى عيون الذهب، قيل إنها مليئة بالخيرات والفرص. كان الطريق محفوفا بالمخاطر بين قطاع الطرق والعواصف الرملية، لكن زيد قرر المخاطرة. وفي منتصف الطريق، بينما القافلة تستريح بجانب واحة مهجورة، ظهر رجل غريب يرتدي عباءة سوداء. قال الرجل بصوت عميق: أيها الشيخ، إلى أين تقود هذه القافلة؟ أجاب زيد بحذر: إلى عيون الذهب، وهل يخفى عليك ذلك؟ ابتسم الرجل وقال: أعلم، ولكن احذر. الطريق مليء بالفخاخ، وستختبر شجاعتك ووفاؤك. لم يصدق زيد الرجل تماما، لكنه شعر أن هناك خطرا قادما. تابعوا رحلتهم، لكن بعد أيام واجهوا عاصفة رملية قوية أضاعتهم عن المسار. بينما يحاولون النجاة، اكتشفوا مدينة قديمة مدفونة تحت الرمال. الجدران مزخرفة بنقوش عربية قديمة، ورأوا آثار أقدام حديثة تقود إلى الداخل. قرر زيد الدخول رغم اعتراض البعض. في الداخل، وجدوا كنزا هائلا من الذهب والمجوهرات، لكن فجأة انغلقت الأبواب وظهر الرجل الغريب مجددا. قال: الكنز لكم، لكن بثمن. يجب أن يضحي أحدكم بنفسه ليبقى الآخرون أحياء. ساد الصمت بين الرجال، وبدأت العيون تتبادل نظرات الريبة والخوف. وفي تلك اللحظة، قرر زيد التضحية بنفسه، قائلا: خذني، لكن دع رجالي يخرجون سالمين. ابتسم الرجل وقال: لقد أثبت شجاعتك ووفاءك. الآن يمكنكن الخروج، ولكن تذكروا دائما، الذهب يختبر النفوس. عاد زيد ورجاله إلى القبيلة، ولم يتحدث أبدا عن الكنز أو الاختبار. لكن منذ ذلك اليوم، أصبح يعرف بالشيخ الذي وضع مصلحة الآخرين فوق مصلحته. قال زيد لحفيده في النهاية: يا سالم، القوة ليست في السلاح، بل في القلب الذي يعرف التضحية. تذكر هذا دائما.